لم يكن مقتل لاعب كرة القدم قاسم علي شمخة في غرب حلب إلا خطوة أخرى في انغماس ميليشيات حزب الله في الحرب السورية. مقتل شمخة كشف أيضا واحدا من أعمال مؤسسات حزب الله المتشابكة حول العالم. قاسم لاعب في نادي العهد في بيروت، وشقيقه سمير شمخة من الهيئة الإدارية في هذا النادي المملوك من ميليشيات حزب الله. سمير شمخة هو أيضا ممثل نادي برشلونة في لبنان وصديق اللاعبين ليونيل ميسي ونيمار، وهو من دفع بعض لاعبي نادي برشلونة إلى حمل قمصانهم، وعليها نتائج مباراة فاز فيها فريق حزب الله على فريق النجم اللبناني. مواقع إلكترونية نعت قاسم شمخة لاعب العهد، لكنها كشفت أيضا دور شقيقه سمير شمخة في إطلاق معسكر مدرسة نادي برشلونة قبل أشهر في لبنان. مصادر في بيروت تحدثت عن دور سمير شمخة كواجهة لجزء من قدرات مالية لحزب الله تبدأ من منطقة المثلث الحدودي بين الأرجنتين والباراغواي والبرازيل، لكنها لا تنتهي بنوادي كرة القدم اللبنانية والعالمية التي تحول بعضها غطاء لأعمال حزب الله المالية كما تقول مصادر في بيروت. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية وضعت لوائح تحمل أسماء أشخاص من أصول لبنانية يديرون أعمالا مالية غير قانونية لحزب الله حول العالم. هذه الأعمال تبدأ بتجارة السلاح والمخدرات وصولا إلى التهريب. الاتحاد الأوروبي هو أيضا لاحق مجموعات تدير أموال التهريب لحزب الله بين أوروبا وأمريكا الجنوبية، واعتقل بعض رؤوسها، وتعمل المحاكم في عدد من الدول على محاكمتهم. عمر حرقوس، العربية.